عم عيد البطرك بالميلاد وعم بتمنى له سنة طيبة، وعم بقترح على الشغلتين وهو بشوف إذا بيعتمدهم أو لا. الشغلة الأولى يعلن سنة 2025 سنة حياد لبنان، حياد أو تحييد، حياد إيجابي مثل ما هو بلش فيها كلهم بين، لأنه الظروف اللي صارت بالمنطقة عم بدلنا انه نحن بأمس الحاجة كنا للتحييد وقت اللي طرحته انا ورجع غبطة البطرك طرحه بمعنى اخر او معنى ذاته بس اوسع، الحياد الايجابي. وهذا موضوع الحياد ببلش مع السنة الجديدة بانتخاب رئيس بدون شروط وبدون فيتوات، نخلص من هالقصة، اما ديمقراطية اما غير ديمقراطية. أنا بتمنى مواصفاته يكون مؤمن بالمؤسسات ومنه حزبي، يمكن غيري يحب يكون حزبي، ولكن أنا بتمنى ما يكون حزبي، يكون مؤمن بالمؤسسات وبالقانون. وإذا ما انتخبنا رئيس بتكون بداية السنة متعسرة. الأمر الثاني اللي طرحته على البطرك هو التحرك من موقعه المسيحي المعنوي، التحرك لدعم صمود المسيحيين بسوريا وبالتعاون مع بطاركة المسيحيين، بطاركة الشرق والفاتيكان والإدارة السورية الحالية، اللي حتى يبقوا مسيحيين، لأنه سوريا بتمثل تاريخ عريق للمسيحيين من كل الطوائف، من كل مذاهب المسيحية. هذا بالاختصار اللي تمنيناه عن البطرك ومن خلاله منعيد كل اللبنانيين. شكرا.